عم خالد عامل ايه؟ تمام الحمد الحمد لله. لله، ربنا كرمني الحمد لله واستلمت الشقه بتاعتي الحمد الحمد لله. لله الحمد لله. فعاوز ابدا باب المطبخ بقى، انت عارف ان شاء المطبخ الله بقى ان شاء كيلو الله. كتيره ان وعاوزك بقى شاء الله. توجهني. يعني الشقة لسه بتشطب فيها ولا على الطوب الاحمر؟ لا لسه على الطوب الاحمر والله. طب كويس، نبدأ نعرف ايه الأجهزة اللي انت عايز تجيبها ونبدأ نعمل تصميم الأول قبل ما تعمل أي حاجة. ايه ده يعني اعمل التصميم الاول للسرير قبل اي شيء؟ ده أهم حاجة طبعا عشان نعرف نطلع مطبخ مظبوط ونعرف نحدد مكان الكهرباء فين ومكان السباكة فين نقدر نعمل تعديل. هو لسه المطبخ في ايدينا يعني. ده انا كنت ناوي اصلا اشطب واخلص بعد كده اجي لك ده. لا 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 سبحان لا، الله ده انا هو جيت لك أهم دلوقتي حاجة يعني. أهم حاجة المرحلة دي يعني. طالما عملت تصميم من الأول نعرف نعمل نتيجة مطبخ كويس. مفيش حاجة تتفرض علينا، اللي احنا عايزينه نعمله. مكان الغسالة نحددها، مكان الحوض صح الخامات بقى دي حسب يعني. بفضل عامة الكونتر حسب يعني كنت بتحب اللميع والمطة والكلام ده. لا لاموتان كويس بس يعني مش في المطابخ، يعني في المطابخ بيبقى ضعيف وصيانته صعبة وامكانياته في التصنيع يعني ما تعرفش تاخد اللي انت عايزه منه يعني محدود في التصنيع. عشان ما فيش اقوى منه واحسن منه، اهم حاجة الخبرة وانك بتصنعه ازاي.